كانت اشتباكات اعتقد انك يعني لا لك جزء منها وانت قادم الى هذا صحيح. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وبعد أن أولاني الشعب ثقته انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مصر العظام العدول، وأعلن شيوخ القضاء المصري نتيجتها النزيهة التي جاءت بها صناديق الانتخاب. المستشار أحمد الزند شخصية محترمة ومقدرة، فهو نادي القضاة له دور كبير. النادي طول عمره، النادي ده اللي وقف قدام التزوير في 2005، احنا ما ننساش. القضاة دول هم اللي عدلوا الموازين. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب